مفيش خطة طبعا، بس يلا نبدأ. أول فيديو. دي قناة فيها شطرنج من النوع اللي هيخليك تنام وانت صاحي. لو بتدور على المتعة والتضحيات قش نطف 11 والأبيض صحك الأسود. ارجع ورا، لأن الشطرنج لعبة جميلة، بس هنا مش هتحس بكده. هنا بس بنقعد نبص للرقعة ونفكر ليه بنلعب أصلا. دي قناة شطرنج مملة جدا جدا، ومش هتتعلم منها ومش هتنبسط فيها يعني. بس لو بتدور على حد تايه وسط رقعة شطرنج بيفكر بصوت عالي، يبقى الأفضل إنك تفضل موجود. هنفتح الرقعة وهنسيب الباقي عن الفوضى. هتكلم عن الكتاب الأسطوري ده، عن الراجل اللي كتب الكتاب، وده راجل اسمه إريك تشيروين، مدرس ثانوي ومدرب شطرنج أمريكي، عنده حالة من الشغف بالشطرنج زينا. الراجل اتعلم الشطرنج لوحده وقرر إنه يعلمه للطلبة بتوعه. بدأ يتدرب سنة 2005 شطرنج لطلبة في المدارس، وفي 2007 أسس فريق شطرنج في مدرسة اسمها مارينجو. وبحلول سنة 2012 فريقه كسب البطولة بتاعت ولاية إنانا، ودي كانت أول مرة في تاريخ المدرسة يحصل كده. في نفس السنة الناس قالوا له ما تيجي يا كابتن كده، وادوا له رقم مدرب السنة. بعدها نقل على مدرسة تانية وكرر نفس الفيلم، وبدأ يأسس فرق هناك وعمل شبكة مدارس بتلعب شطرنج كأنهم عاملين زي كأنهم عصابة منظمة كده. بيحب يعلم أي حد، صغير كبير راجل ست، أي عنده مخ وحب استطلاع. راجل عايش في روكفورد في أمريكا غالبا، ممكن يكون قاعد جنب قهوة فيها رقعة شطرنج. الراجل طبعا في بداية الكتاب بيبدأ يحط الشكر بتاعه، بيشكر الطلبة بتوع فريقه من 2007 ل 2012، وبيوضح من غيرهم ما كانوش طلعوا للجبل بتاع النجاح أصلا. وبيشكر بقى صاحبه برين إلى آخره يعني. وخلينا ندخل في عالم الشطرنج. اللعبة دي عاملة زي البيتزا الإيطالي كده، لما تفهم مكوناتها كل قطعة بتبقى طعمها أحلى، بس برضه أوقات بتخليك تلف حوالين نفسك وتقول هو أنا ليه خسرت؟ أنا كنت سايق بوزير. الكتاب ده معمول عشان يساعد المبتدئ اللي لسه بيسأل يعني ايه البدء بياكل على الزاوية، يعني ايه اكتب المرور. كمان ينفع للي بقاله شوية بيلعب بس حاسس ان هو بيغرق في نص الدور مش فاهم هو بيحصل ايه. المنهج اللي هو الكتاب عامل زي مسلسل، بيبدأ بحلقة ما فيهاش حد، رقعة فاضية خالص، وبعدين بيبتدي يعرفك القطع حتة حتة لحد ما يوصلك للنقطة اللي فيها الحرب بتبدأ النقلة الأولى. ازاي نستخدم الكتاب؟ الكتاب ده مش رواية ومش بتقراه وانت على السرير قبل ما تنام، ده عايزك تفتح رقعة وتلعب وتغلط وتراجع وانك داخل تحارب. بعد كل جزء فيه تمارين لازم تحلها وممنوع الغش، يعني ما تقراش الحل قبل ما تحاول بنفسك. لو غلطت ولا يهمك ارجع شوف الغلط فين وتعلم يعني. الهدف مش انك تحفظ، الهدف تفهم وتثبت المعلومه في دماغك. لو انت من النوع اللي بيحب يلعب وبس، خليك عارف من غير اساس كل اللي بتلعبه ده شطرنج مخروم، يعني زي اللي بيلعب كوره وما يعرفش يوقف الكوره برجله. الكتاب بيقول لك خد اللعبه حته حته، زي لاعب سله بيتدرب على الرميات الحره، مش بس بينزل الماتش على طول كده. العب ماتشات كل شويه، بس ما تنساش الطريق الحقيقي للقوه والتدريب مش الحظ. اخر كلمه، لما تخلص الكتاب ما توقفش، ارجع شوف الملحق للاخر، في نصايح اللي عايز يكمل ويتطور، سواء هدفك بقى تبقى بطل الحته بتاعتك او القهوه اللي انت قاعد فيها، ولا حتى تبقى مدرب، ولا حتى ملك في الكافيه اللي جنب بيتك. باختصار، لو لعبت على مزاجك هتفضل مكانك، لو اشتغلت على نفسك بالكتاب ده هتطلع فوق واحده واحده. كتاب ممل بصراحه. عن القناه دي بقى، القناه دي عشان تبقى عارف انت داخل على ايه. القناه دي مش معموله عشان تتعلم الشطرنج بسرعه في 5 دقايق، مفيش هنا افتتاح هتكسر بيه العالم، لا يا باشا. القناه دي ممله شويه ومش سهله خالص. لو كنت تدور على المستر شطرنج العبقري اللي هيعلمك تكتيكات شطرنج ويبقى خبطت على الباب الغلط، دي قناه عباره عن انعكاس لعقل لاعب شطرنج نص محترف، بيغرق بيطفو بيدوخ بيرجع بيضحك بيكمل. يعني هتشوف ماتشات متلخبطه، تحليلات مش دايما صح، احيانا هسيب اسئله من غير ما اجاوب عليها، بس كل ده بيحصل بصدق بجد، لان انا بعشق اللعبه دي من قلب المعاناه حرفيا، مش من فوق برج عالي. دي مش قناه تعليم ولا قناه ترفيه، دي قناه هو انا ليه بلعب كده. لو مستعد انك تخش الرحله دي معايا، تشوف شطرنج زي ما هو بتفاصيله بتوهانه بسحره اللي ما بيتفهمش، يبقى هتفضل معايا. لو زهقت عادي جدا جدا، انا ساعات بزهق من نفسي. وطبعا مش كتاب شطرنج هو اللي هيخليك بطل في اللعبه، ولا حتى 1000 قناه يوتيوب.